الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة منوعات وتدابير خالدة، أهلا بكم. اليوم إخواني أخواتي الشباب العزاب حتى هما يستفدوا من هذه التدبيرة، وأخواتي لالياتي مولات الدار، يعني لالا مولات الدار اللي كدير هذه التدبيرة. أختي المشاهدة، هذه التدبيرة كنحتاجوها خصوصا في رمضان وفي الايام العاديه كنحتاجوها، يعني الا بغينا نديرو الحريره ولا طعام ولا الهرقمه ولا كيكون عندنا الحمص موجود. اذا اختي المشاهده انا كنجيب الحمص نغسلو مزيان وكنرطبو في الماء حتى كيرطب مزيان، كيولي دغيا كيطيب، كيرطب مزيان مزيان كاع. ومن بعد كنجيب كرتونات بحال هادو ديال الحليب ولا ديال العصير ولا ديال اش ما كان، هادو امنين على البلاستيك بعدا وما يقدروش ما يتقطعوش. انا كنت كندير في البلاستيك ديال الكونجيلاتور، الا تقطعت لي البلاستيكه كيتزل عليه الحمص في الكونجيلاتور. ومني درت هاد التجربه هادي مع هاد الكرتونات ارتحيت، يعني ما كيتزلعش فوالا. قلت اختي المشاهده كنجيب الكرتونات وكنعمر فيهم الحمص بحال هكذا على حساب. الا غادي ندير الهرقمه كندير كميه كبيره فوالا، وإلا كنت غادي ندير مثلا غير الحريره ولا الطعام كندير كميه قليله على الكرتونات الاخرين. كنعمر الكرتونات ديالي بحال هكذا فوالا. هو ملي كيرطبو ويتقطر من الماء وينشف مزيان ما كيلصقش مع بعضو، يعني الا درتي حتى كرتونات وعمرتيهم وبغيتي تاخدي غير القياس اللي بغيتي كتحيدي غير شنو بغيتي وتردي الباقي، ما كيتلاصقش. بالطريقه الاخرى ديال البلاستيك انا لاحظت ما كنتش كنقطرو مزيان وكان كيتلاصق. فوالا عمر كرتونه حتى الفم هكذا وكناخذ غير القياس اللي بغيت. هاد التدبيره هادي يعني كيكون الحمص موجود، ما الا احتاجيتي على غفله ما غاديش تفتني وعاد تنوضي كترطبيه، كيكون عندك ديجا رطب موجود. مثلا بغيتي ديري الطعام على غفله ولا شي حاجه على غفله كيكون عندك ديجا موجود. هاد العمليه هادي احسن من وانظف، يعني انت درتيها في دارك احسن ما تشري من الزنقه داك الحمص رطب. كاين اللي كيشري الحمص من الزنقه رطب، اولا ما عرفتيش فاش ترطب وما عرفتيش اش من يعني اش من معون فاش رطبوه ولا حتى كيفاش داروا رطبوه، وكيكون قديم. فوالا هكذا كيكون عندك نقي وجديد وانتي مصاوبه على يدك وامن ونقي. وهذا الشيء اللي كاين. اختي المشاهده، الا عجبتك التدبيره ديري لايك وما تسحبيهش. عندي واحد الملاحظه، بعض القنوات كيتابعوا معايا كيديروا لايك كضرب دوره وتولي تحذف داك اللايك. كنقول لها هادو بعض القنوات ماشي متابعين يعني عاديين، كنقول لها اختي بلا ما نذكر الاسم ديالها، نقول لها اختي داك لايك لا يسمن ولا يغني عن جوع.
درتي لايك ما درتيش انا ما عنديش مشكل. اللايك ما عندوش يعني ما عندوش ثمن، سواء حطيتيه وخليتيه او ما درتيهش كاع بالمره. انا ماذا بيا تستافدي من التدبيره واللي كنحط. ولايك لا يعني لي شيئا، والله العظيم ما يعني لي اللايك والو. درتيه ما درتيش يعني ما كاين لاش ديريه وتسحبيه، ماشي شي حاجه كبيره علاش غادي نهضر معاك. لايك يعني كتعبري بيه على الاعجاب، هادشي اللي كاين. الى اللقاء اختي المشاهده، ولاله مولات الدار الحادقه في تدبيره اخرى مع منوعات وتدابير خالده. السلام عليكم. غادي ناخذ العلبه ديالي نديرها في الكونجيلاتور حتى نحتاجها. الى اللقاء اخواتي. اليوم غادي نحضروا عصير لافوكا بالخيار ومعاه الحامض. اذا اختي المشاهده، كنا كنعرفوا الخيار وفوائد الخيار. كتعرفوا بانه كينظف الامعاء، كيسهل عمليه الهضم، فيه كل شيء المكونات اللي يحتاجها الجسم ديالنا. هو كله ماء، كله الياف. لافوكا كذلك كلكم كتعرفوا فوائده ومكوناته الى اخره. ثم الحامض كتعرفوا دائما علاش كنديروا انا في العصير ضروري ندخلوا الحامض للذات ديالنا يوميا. فيه عده فوائد، منها اذابه الشحوم، ثم تهدئه الاعصاب. اذا كتعرفوا الفوائد الحامض كاملين. اذا اختي المشاهده، تاخدي الخيار حبه او جوج على حساب الكميه اللي بغيتي ديري ديال العصير. تقشريه، ما تحيديلوش القلب ديالو، الفائده في القلب اكثر من برا. ثم تقطعيه طريفات على هذا الشكل. تاخدي لافوكا حتى هو وتقشريه هو، وتاخدي نصف حامضه باش تعصريها في العصير. اذا اختي المشاهده، ندوزو نحضروا العصير ديالنا. اذا اختي المشاهده، العصير ديالنا بالافوكا بالخيار والحامض هو هذا. لونه ما شاء الله روعه، ومذاقه رائع رائع. كيف القاعده اختي المشاهده، نقول لك بغيتي تحلي بالسكر حلي، موفره لك العسل تكون الفائده اكثر. ما كاينش العسل وما بغيتيش ديري السكر، يتشرب هكذاك لان قريب للحلاوه، يعني ماشي مسوس بزاف. اذا هو كيف على في كل صوره يتشرب مسوس حلو الى اخره. اذا اختي المشاهده، الى عجبك العصير ديالنا ديال لافوكا بالخيار ديريه. وهذه فرصه باش توكلي اللي عندك في الدار ما كيبغيوش الخيار، هذه فرصه باش ياكلوا الخيار. واللي عندك في الدار ما كيبغيوش لافوكا، هذه فرصه باش ياكلوا لافوكا. اذا هذا العصير هذا انا كنسميه عصير حيله. يعني هاد التدبيره هذه ديال خلط المواد حيله، يعني اللي ما كيبغيوش شي حاجه كنمرروها لهم، يعني ندوزوها لهم في عصير، في كيكه الى اخره. هذه مجرد تدابير انا كنديرها حيله يعني في المطبخ. اذا اختي المشاهده، الى عجبك العصير ديالنا لافوكا بالخيار ديريه، وانتظريني في عصير اخر في منوعات وتدابير خالده. السلام عليكم.